برضو حصل أزمة، يعني حصل أزمة طبعا بعد الخسارة 3-0 من امبي في الإسماعيلية. حصل إن أول امبارح دخل جمهور من النادي الإسماعيلي بيتفرجوا على التمرين، ودخلوا شتموا اللعيبة كلها وسبوا قصف للعيبة. في لعيبة يعني تحديدا اتضايقت جدا من الموقف، ولعيبة اتشتمت بالأب والأم. ف يعني هقول لكم حاجة برضو عشان النقطة دي وأنا بلعب كانت موجوده، ولكن كانت موجوده في الماتشات. يعني في الماتشات بعد الماتشات انت بتبقى عارف بتبقى متحمس ومغلوب وبتاع، فاللعيبه تقعد، الجمهور كان بيقعد يعني يتعصب بيشتم شويه بعض الشيء. لكن في التدريب النهارده طالما بسمح لك انك تخش التدريب، مع احترامي ليك يعني انت مين انت عشان تشتمني؟ يعني مع احترامي ليك يعني بني ادم محترم على عيني وعلى راسي، لكن ما تبقاش محترم لما تيجي تشتم ليه؟ انت مش من حقك انك تشتم. مين انت عشان تشتمني؟ يعني مين انت النهارده في الكوره عشان تشتمني؟ مع احترامي ليك مره ثانيه وثالثه ورابعه، انت مين انت اصلا؟ انت ايه في الكوره انت عشان تشتمني بالاب والام؟ يعني اشتمني انا ماشي، ممكن اتقبلها، ممكن بتلومني جاي بتحفز اللعيبه متضايق وبتطلع شحنتك، ماشي طلعها، لكن انت مين انت اصلا عشان تشتمني؟ هو بعد الثوره الامور بقت كده؟ اخلاقنا كلها كده؟ فين الاخلاق؟ فين التربيه يا اخي؟ ثم انت بتعمل ايه اصلا؟ انت قاعد على القهوه، قاعد فاضي، بتيجي تقعد تشجع وتشتم. انت مين انت اصلا؟ مين اداك الحق انك تشتم اصلا؟ اتربى، خلي عندك تربيه شويه، خلي عندك تربيه. اللعيبه دي محترمه، اللعيبه اللي بتجتهد دي عشان تفرحك بتحاول وبتأدي في ظروف صعبه جدا، بتأدي. فالموضوع النهارده يعني لازم يبقى عندك احترام لنفسك الاول قبل ما تحترم الغير. انت النهارده لو انت محترم اكيد هتحترم الغير، لكن هو عشان هي وسيله سهله ان انا اخش النهارده، الناس سمحت لي ان انا اخش المدرج واتفرج على التمرين فاشتم، لا طبعا مش من حقك انك تشتم. فالموضوع هاتف، اهتف ان انت مثلا زعلان ان الفرقه، حفز اللعيبه، مش عايزني، مش عايزك في الفرقه، اعمل اي حاجه، لكن تشتم بالاب والام. وانا سمعت ان انتوا شتمتوا بالامهات، يعني مش قادر اقول لكم، سمعت ان الدنيا كانت بايظه. فلا، هو مش هنفضل كده يعني، هي الكوره مش كده. روح شوف العالم التاني بيتفرج بيبص للكوره ازاي. ده الناس عشان تتصور مع اللعيبه احترام، ده الناس بتقف قبلها بساعه، يعني مش هقول لك بقى قبلها ب 100 متر، ده بيقفوا كده اللي هو يعني باستحياء بيطلب صوره مع النجم. حتى لما بيتغلب بيسقف له، وبنشوفهم كلهم بيسقفوا للناس كلها. ده الاحترام يا جماعه، هو ده الاحترام. فنتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى، يعني انا كنت اتمنى من مجلس الاداره ان هو يعني ما يخصمش من شوقي سعيد فلوس، لان في النهايه الناس دي بتأدي في الملعب، بتحاول تجتهد عشان تعمل كل حاجه. واديكم شايفين كل اللعيبه النهارده اصابات، 4 لعيبه اصابات برباط صليبي، بيبعدوا تماما عن اللعب، ممكن يقعد سنه وممكن يقعد في البيت ما يلعبش تاني. فايه اللي استفاده في الاخر؟ يعني هيستفاد بقى ان هو بيتشتم بالاب وبام، وبيستفاد ان هو ما بيلعبش كوره؟ طب بناقص بقى، بناقص يعني. فدي كانت حاجه محترمه جدا المفروض ان احنا نتكلم فيها، لان اللعيبه دي كلها في الاول في الاخر كلها زي بعض، ولعيبه محترمه كلها.